تعالوا يلا بينا مع بعض نخزن صلصة طماطم لرمضان. مش بس لرمضان، دي هتقعد معاكي من سنة للسنة. اهم حاجة وانت بتشتري الطماطم من السوق تجيبها تكون طرية ولونها احمر جامد زي ما انت شايفة كده. ولما تضغطي عليها بصباعك تلاقيها بصمت او علمت مكان ضغطة صباعك. الطماطم دي هتكون طعمها مسكر جدا ولونها احمر زي ما انت شايفة. ومش هتحتاج منك اي اضافات خالص عشان تلونيها. وكمان النهارده مش هنضيف بنجر ولا فلفل احمر ولا اي حاجة خالص. اول حاجة غسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وهبدأ اقطعها نصين او احطها زي ما هي كده في الحلة. بس اهم حاجة لازم اشيل بالسكينة كده الجزء اللي من فوق خالص. انا كان عندي 10 كيلو من الطماطم قسمتهم كده على 3 حلل زي ما انتوا شايفين. بحطهم في الحلة من غير اي اضافات خالص، مش بحط مية ولا بحط لها اي حاجة خالص. بعد شوية كده هتلاقيها غلت معاكي. والكمية كده نزلت معاكي لتحت، بغطيها بغطا زي ما انتوا شايفين. وبسيبها على النار حوالي تلت ساعة نص ساعة او ازيد من كده حسب الكمية اللي انا حطاها في الحلة. هتعرفي بقى ازاي ان هي استوت بعد ما يعدي نص ساعة. هتجيبي كده طماطمية زي ما انتوا شايفين كده وتقطعيها بالمعلقة. لو لقيتي القشرة والطماطم اتقطعت مع بعضها بالشكل ده، يبقى هي كده استوت. لو لقيتيها لسه مش بتتقطع معاكي، يبقى لسه محتاجة سوا على النار. بعد كده هسيبها تبرد معايا خالص، احطها بقى في الخلاط اضربها كويس جدا. او بالهاند بلندر. خطوه مهمه جدا لازم نعملها وضروري جدا جدا. قبل ما نضربها في الخلاط، شايفين بقى الميه اللي لونها اصفر دي؟ طبعا انا ما ضفتلهاش اي سوائل خالص، دي الميه نزلتها الطماطم منها كده من نفسها. منها فيها يعني. المية طبعا دي مليانة حموضة رهيبة جدا، طعمها وحش جدا. فلازم نتخلص منها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده قبل ما اضربها في الخلاط. وغير كده دلوقتي بعد ما نضربها في الخلاط هنرجعها طبعا تاني على النار. فطبعا هتستوي معانا وكده. فالمية دي هتخليها تاخد معاكي وقت طويل جدا على النار، انما لما نشيلها دلوقتي مش هتاخد معاكي اكتر من تلت ساعة بالكتير على النار. لو عندك هاند بلندر اضربيها وهي سخنة. لو مش عندك استني بقى الطماطم تبرد معاكي خالص. وحطيها في الخلاط شوية بشوية واضربيهم في الخلاط. وطبعا مش هنضيف لهم ميه خالص واحنا بنضربهم. بصوا يا جماعه القوام بتاعها عامل ازاي وتقيل ازاي. وده كله واحنا لسه مسبكناهاش. يعني يا دوب بس في الاول سلقناها. بعد ما اضرب الكميه بتاعتي كلها في الخلاط زي ما انتوا شفتوا كده. هنجيب بقى كده مصفى حلوه ما تكونش واسعه قوي. ونحطها على الحله بتاعتنا ونبدا ان احنا نصفي الصلصه بتاعتنا كويس جدا، مش محتاجه خالص البذر ولا القشر فيها. تمام. بصوا اضربيها كده او قلبيها كويس قوي كده بالويسك او بالمضرب اليدوي. احسن ما تستخدمي ايدك او بالسباتيولا. هتبصي في الاخر تلاقي بقى معاكي القشر والبذر، طبعا مش هنحتاجهم في اي حاجه. هنتخلص منهم. طبعا تبقى الصلصه معاكي رايقه كده وشكلها حلو وقوامها حلو جدا من غير البذر والقشر والكلام الفاضي ده كله. شايفين بقى ما شاء الله قوامها تقيل جدا ازاي. دلوقتي بقى هنضيف لها معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الملح. وربع كوبايه من الزيت. على 10 كيلو طماطم. السكر طبعا هيعادل حموضة الطماطم. والملح هيظبط لك الطعم. والزيت تعتبر مادة حافظة هو والسكر. هنقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، مش هنضيف بابريكا مدخنة ولا بنجر ولا اي حاجة خالص. البنجر اصلا بيغير لك لون الطماطم. وكمان بيغير لون المكرونه لو انت استخدمتيها على المكرونه بالصلصه. او لون الطبيخ بتاعك عامه. فانا بحب كده الطماطم زي ما هي كده منها كده. يعني منها كده لنفسها، مش بحط لها اي حاجه خالص. رجعتها تاني كده على النار والنار بتاعتك تكون متوسطة. وبقلب فيها باستمرار وبسيبها كده حوالي تلت ساعة على النار. لغاية ما تلاقي الكمية بتاعتك قلت زي ما انت شايفة بالشكل ده. وقوامها تقل. طبعا بسيبها تبرد معايا خالص 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 خالص. يعني لو انا عملتها بالليل بسيبها لتاني يوم. علشان افرزها كده في الاكياس. او لو عملتها الصبح بسيبها يعني لغاية بالليل. اهم حاجة تسيبيها تبرد معاكي تماما، ما ينفعش تخزنيها كده في الاكياس وهي دافية. حطي بقى كده في الكيس الكمية اللي انت حباها او حسب استهلاكك يعني. انا حطيت هنا بالمغرفه دي 3 مرات. يعني كل واحد بقى هو عارف هو بيستخدم قد ايه. اهم حاجه بس بعد ما تحطي الكميه اللي انت محتاجاها. بتخرجي الهواء كويس جدا، ما تسيبيش اي هواء خالص في الكيس. بصوا يا جماعه بضغط عليها كده لجوه، شايفين الفراغات دي؟ طبعا ده هواء ولازم يخرج. بفتح الكيس كده بتاعي بالراحه كده بشويش وبخرج الهواء، مش هربط الكيس بتاعي كده بالنص ويبقى كلكوعه كده في الفريزر وياخد معايا حيز في المكان. فانا زي ما انتم شايفين كده بططته وتنيته نصين. عندك بقى لزق، عندك اي حاجه عايزه تلزقيه بيها زي ما انت عايزه. انا عن نفسي ما لزقتوش باي حاجه. حطيته زي ما هو كده ودخلته الفريزر. واتجمد وبقى على الشكل ده. وفعلا ما بياخدش معاكي مساحه خالص في الفريزر. لو حابه بقى تحتفظي بيها كده بره التلاجة من السنه للسنه. هاتي برطمانات ازاز وتكوني معقماها بميه مغليه. وبعد ما تحطي فيها الصلصه بتاعتك حطيها جوه حله. وفيها ميه وسيبيها على النار تغلي تلت ساعه. هتبقى معاكي حلوه جدا زي بتاعت الشركات بالظبط. تحتفظي بيها في دولاب المطبخ على الرخامه ومن السنه للسنه مش هتبوظ منك. وبكده نكون عملنا الصلصه بتاعتنا ما شاء الله تحفه جدا، هتقعد معاكي ان شاء الله رمضان. والبعد رمضان كمان قوامها تحفه وتقيله وحاجه كده طعمها زي السكر. يلا بسرعه كده استغل الطماطم
الطماطم وهي رخيصة وفرّزيها لرمضان.